السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل كده ايه؟ جلاش حادق، وهعمله النهارده بالفراخ، اللي عايز يعمله باللحمه، بالبسطرمه، بالجبنه، باي حشوه، بس بالطريقه دي جميله قوي 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 يا حبيب قلبي. وفي القلب كده يعني بصي هتعتمديها ان شاء الله على طول. انا كنت بعملها بطريقه تانية خالص، يعني طول عمري كنت بعملها بطريقه تانية خالص، ولكن من فتره ابتديت ان انا اعملها بالطريقه دي، فحلوه قوي قوي قوي. بصوا انا معايا هنا بصلايه، او بصلتين مثلا وسط، او بصلة كبيرة، واحمرها اصفرها كده الصفر الخفيف، وانزل عليها. ده كان عندي بانيه وانا قطعته كده رفيع تمام، واشوحها، ابتدي انزلها بقى على البصله اللي هي ايه اصفار خفيف، واحط لها الملح والفلفل. عندك مثلا بهارات فراخ حطي، عندك كاري وكركم حطي، بس انا اكتفيت ان انا احط ملح وفلفل اصلا، بس مش عايزين ايه يعني ايه توابل كتيره على الفطار، تمام. ولكن البهارات بقى اللي انت عايزه تحطيها حطيها. آه خلاص كده لما تستوي بركنها على جنب خالص، وابتدي اعمل بقى الخليط اللي هسقي بيه الرقاق، الجلاش، اسفه الجلاش. بصوا معايا هنا زبده على زيت زي نص كوبايه كده، ومعايا كوبايه زبادي كده كبيره حلوه محترمه كده، وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض، ادوب الزبادي مع الزبدة والزيت. وهنا عندي باكو بيكنج باودر، بيكنج باودر بقى دي يعني هتخلي معاكي الجلاش بتاعك نافش وحلو. والزبدة هتخليه مورق، والزبادي هتديله طراوة في نفس الوقت، تمام. هحط له بقى ملح وفلفل. خلي بالكم بقى لما تحطوا البيكنج باودر يعني خلوا الطبق اكبر من كده شويه، لان لقيته فار، وقلت ان الطبق ده مثلا كبير وكده، فاهميني، فحطيته في طبق اكبر، قلبتهم ودوبتهم كويس، ورحت رجعتهم تاني في الطبق ده. انا قلت اقولك برضو على الحته دي علشان يعني ما تلاقيش الحاجه ساحت منك ووقعت منك، حرام. دلوقتي كل حاجه بمبلغ يعني الحمد لله رب العالمين. بص بقى كده، ومعايا بيضايه واحده بس، واضربيهم بقى كل ده كويس، وابتدي بقى ان انت تدهني الصينيه بتاعتك او الصاج، تمام، كويس من تحت. وتبتدي تفردي بقى كل ورقتين جلاش تدهنيها بالخليط اللي هو الزبادي بالبيضه بالبيكنج باودر بالزيت والزبده، تمام. هتاكلي احلى جلاش باذن الله، واعمليه كده وفرحي الاولاد. ولو عندك عزومه، انتوا عارفين طبعا رمضان كل سنه وانتم طيبين، عزايم على طول ما شاء الله، فهتبهري بقى بيها ان شاء الله الوصفه دي ضيوفك، واعمليها وقولي لي ايه رايك فيها في الكومنتات ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بصي بقى بدهن كل ورقتين كده، حتى لو الورقه متقطعه عادي مفيش مشكله، لان احنا هنقطعها على مربعات، تمام. اهم حاجه بس ايه الواجهه من فوق تبقى مظبوطه، وورقها مظبوط على قد ايه ما نقدر، لان ساعات بنجيب لفه الجلاش دي حبيب قلبي، ساعات بنلاقيها مهرية يعني، مع ان مكتوب عليها انتاج الصلاحية وكده، بس بتلاقيها يعني ايه، لا مشروخة كده او مقطوعة. ساعات بتبقى مش احسن حاجة، يعني الورق ما يبقاش سليم. بدهن بقى وخلاص، بعد ما خدت نص الورق الجلاش، ورقتين ورقتين كده، ودهنتهم بالخليط اللي معايا، انزل بيهم بالحشوة. انا عملتها هنا بالفراخ، الاولاد بيحبوا بالفراخ. عايزه تعمليها بالعصاج يعني لحمه مفرومه، انزلي بيها. عايزه تعمليها بالبسطرمه والجبن اعمليها، عايزه تعمليها حشو ميكس جبن اعمليها، يعني الحشوات دي في ايدك انت، تمام. انزل بقى ببقيه الورق، برضو نفس اللي عملته من تحت عملته من فوق، ورقتين وادهن ورقتين وادهن لغايه ما اخلص الكميه. وبقيه الخليط اللي معايا اسقي بيه كل يعني ايه الوجه كده اهوت، وهي هتنزل على تحت برضو. ابتدي كده ايه اوزع بالفرشه برضو من فوق على قد ما اقدر، وبعد كده برضو امسكها اجيبها يمين شمال. طبعا الفرن على 180 درجه، حتى الشبكه على اقرب رف من تحت، يعني اقرب حته من تحت من الفرن، وعلى 180 طبعا. وانا بقى قبل ما اشتغل ببقى مشغلاه، تمام. ادخله و...
وبعد كده اشغل الشوايه اول ما الاقي الطروف كده على جنب احمرت اشغل الشوايه. وده النتيجه، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. انت عايزه تحطي بدل لفه جلاش لفتين لو الصاج كبير كده، بس احنا بنحب الحاجه رقيقه الصراحه. ما تنسيش بقى يا حبيبه قلبي في لايك وشير وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبيب قلبي، بألف هنا.